هو، وكان مسلمه يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. فدعوا هؤلاء يذهبون. من المطلوب الآن؟ أين مشاهدة الصلاة؟ يوحنا يا أستاذ 18، وهذا أمامك 8. زين؟ وين أمامك حبيبي، شو مالك أنت؟ هذا المسيح مرقس أخي الكريم، هدى الصبر. مرقس 14/50 شو يقول؟ طلع أنت مو طلبت مني الآن نص طلع يقول بأن المسيح هم جايين مشان مين؟ سؤال إيه. هم جايين مشان مين؟ هم جايين. طلع. أنا عم بسألك سؤال، هم جايين لأجل ماذا؟ سؤال. هم جايين لأجل ماذا؟ سؤال، جاوبني بس. ممكن تجاوب؟ هسه يوحنا ممكن تجاوبني هم لماذا أتوا؟ هسه يوحنا طيب ممكن تجاوبني؟ ممكن تجاوب يا أستاذ؟ أخي الكريم تفضل. هسه يوحنا نقل قضية الصلب؟ لا. رآها بعينك شاهد عين؟ نعم رأى، نعم. أحسنت. هل نقلها في إنجيله؟ نعم. أحسنت. الآن يوحنا نقلها في إنجيله صح؟ نعم، الأربعة إنجيليين متفقين يا أستاذ، الأربعة متفقين. لا. يوحنا شوف يوحنا نقلها في إنجيله. يا أستاذ أنت مو بدك نصوص؟ جاوبني أنت مو بدك نصوص؟ أخي الكريم يا حبيبي. يوحنا أخي الكريم جاوبني الله يحفظك. يوحنا شوف حبيبي. نقل الصلب طيب. في إنجيله؟ طيب خذ يوحنا 19 30. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. تفضل، يسوع على الصليب. هذا يوحنا. بدك غير شهادات؟ أحسنت. يلا الآن كبروني يا أخوان. بدك غير شهادات؟ يلا تمام. طيب هم اليهود ليش لماذا أتوا؟ استمع مني. لا أنت طرحت أسئلة، لا تطرح جديد، خليك في الأسئلة تبعك. مو جديد، هي نفس أخي نفس. طيب. أقول لك طيب. طيب. اليهود والرومان لماذا أتوا إلى بستان الزيتون؟ لماذا أتوا؟ لماذا أتوا؟ بس جاوبني، تعاون في الحوار. أنت طرحت سؤال يا حبيبي. خلنا نجاوبك، اسكت حتى جاوب. لماذا أتى اليهود والرومان إلى بستان الزيتون؟ تفضل إجابة. لماذا أتوا؟ لماذا أتوا؟ كبرني. حتى يشلع زيتون. كبرني. خطأ. تمام. مو مطلوب منك تجاوب. كبرني أخي الكريم. حط ميوت الله يحفظك. حط ميوت شمعون. حط ميوت. تفضل عيني. شوف اخوان يا سيف. طب استنى بس يا سيف. نعم. بالله عليك تتدخل عشان مش يقولوا اثنين، ماكو مشكله. هذا انجيل مرقس. لا ما اتدخل انا، ما اتدخل الان. ما ابو علي ابو علي شرب مع الحبل الله وكيل. هذا يلا يا ابو علي. لحظه يا ابو علي. طب لحظه بس يا ابو علي. بسم الله ما شاء الله، محاورين المسيحيين كلهم يجوا على الاسد تحت. يلا هذا انجيل مرقس. تمام اخوان، هذا انجيل مرقس 14/50. يقول فتركه الجميع وهربوا. فتركه الجميع وهربوا. هاي اول بوم. اخوان خلينا نشوف انجيل يوحنا. هل كتبه يوحنا؟ تعال اخوان، هذا كتاب. خليك في الصلب. بالصلب لا تقاطع. خليك في الصلب. حبيبي هدي الله يحفظك. الله يعزك. هذا كتاب المدخل الى العهد الجديد في يوحنا. تعالوا يا اخوان، اسمعوا يا اخوان. يقول هذا الانجيل. طب لحظه يا ابو علي، بالله عليك يا سيف، بالله عليك عشان مش يقولوا اثنين. معلش يا سيف بس خليك تحت هطلعك تاني. لا ليش ما جاي يتكلم؟ نزلني. اسمع كلام، انا عارف بعمل ايه. اسمع كلام. نزلني من عندك. انا معلق ترى عندي. نزلني من عندك. تمام. بس ما تروحش بعيد يا سيف، ما تروحش بعيد. تمام. يلا انتوا مع بعض. يقول ولكن هذا في انجيل يوحنا. يقول ولكن من هو الذي كتب انجيل يوحنا؟ من هو؟ هذا السؤال صعب والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة. غالبا ما تنتهي بالعبارة، اكتبوا يا مسلمين: لا يعلم إلا الله وحده
من الذي كتب هذا الإنجيل؟ يوحنا. بوم، كيف تحتج علي بكتاب تمام لم يكتبه يوحنا؟ الآن يا أستاذ شمعون أريد دليلا بعدما قالوا رجال الكنيسة، أريد دليلا على أن يوحنا هو الذي كتب إنجيله. تفضل، أنا راح أكتم دليل واحد، راح أكتم. شكرا. اسمع، خلني أكمل هاي النقطة شكرا. وأسكت. تفضل. هدي أعصابك. أريد دليلا على أن يوحنا هو الذي كتب إنجيله. تفضل. شكرا. الآن عندنا 3 أسئلة. الأستاذ أول شيء يخلط بين يوم الأربعاء ويوم الجمعة، هو يعتقد بأنه يوم الأربعاء هو يوم الصلب، وهذا خطأ فادح. الآن هل المسيح تنبأ ونبوءته صادقة؟ هل تنبأ بأن التلاميذ سوف يتركونه لوحده؟ نعم، في يوحنا 16: هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي. هذا في إصحاح 16. في إصحاح 18 قرأت لك أتى الكتبة والفريسيين ومعهم حراس الهيكل ومعهم جنود رومان، والمسيح سألهم من تريدون؟ قالوا نريد يسوع الناصري. قال أنا هو، أما هؤلاء فدعوهم يذهبوا. سجل السؤال عندك، سجلوا عندك. لماذا أتى الرومان واليهود؟ لسبب ماذا؟ على من اشتكى يهوذا الإسخريوطي؟ هل جاء الرومان ليقبضوا على 13 شخصا أو 12 باعتبار يهوذا كان إلى جانبهم، أم أتوا ليقبضوا على رجل واحد؟ سجل، هذا أول سؤال عندك. هم أتوا ليقبضوا على المسيح. 2، الأستاذ يقول من أين نعلم أن يوحنا هو كاتب الإنجيل؟ بكل بساطة نذهب إلى المحلل لابن حزم لنرى من الذي كتب. قال وأعجب شيء جهل من يحلفهم بهذا وهم لا يعرفونه ولا يقرون به، ولا قال نصراني قط إن الله أنزل الإنجيل على عيسى، وإنما الإنجيل عند جميع النصارى لا نحاشي منهم أحدا 4 تواريخ، ألف أحدها متى وألف الآخر يوحنا. بوم، خلصت هاي النقطة. أجبناك على الأسئلة. دقيقة، ما خلص حبيبي، انتظر. انت انتظر، رح تاكل الدنيا. وهذه شهادة التلميذ، هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم ان شهادته حق. هذا التلميذ الذي كان يحبه يسوع وقال له على الصليب يا يوحنا هذه أمك، وقال لأمه هو ذا ابنك. الآن يا أستاذ أنا أوجه لك سؤال واحد فقط، رددت على 3 أسئلة. هل يعلم رب الإسلام الساعة؟ أتحداك فيها. وهل يعلم رسول الإسلام الساعة؟ أنا الآن سأثبت لك بالأحاديث الصحيحة بأن رسول الإسلام يعلم الساعة وإله الإسلام لا يعلمها، فإن كان يعلمها أتحداك تأتيني بالتوقيت المحدد. تفضل رد على هذا السؤال أولا. يا الله، كبرني دكتور، كبرني. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرجل اعترف. شنو كان سؤالي أخوان؟ فقال تتركوني وحدي وما دعهم يذهبون. تركوه. ما هو كان سؤالي دكتور؟ أريد شاهد عيان واحد رأى المسيح على الصليب. قال هم اذهبوا. إذن يوحنا ما شاف. بوم لك. أنا أفسخ بعباراتك. أنت قلت قال هم اذهبوا فتركوه وحده، ذهبوا. سألتك سؤال، هل يوجد شاهد عيان رأى المسيح على الصليب؟ قلت نعم يوحنا. الآن جبت نص قضى على مسيحيتك، فقال تركوه وحده وذهبوا. سؤالي لسه قائم. أريد شاهد عيانا
شاهد عيان رأى المسيحي على الصليب. كيف يوحنا نقل هذه الحالة وهو لم يراها؟ لأنه قال له الرب اذهب فذهب. كيف نقلها وهو لم يراها؟ هاي بوم. شمعون انت في قبضة ابو علي، في قبضة ابو علي. اخواني الكرماء، تمام. بطرس، نريد نشوف موقف بطرس. تعرفون من هو بطرس؟ بطرس يقول عنه المسيح الذي يحلله في الأرض، يحلله وين؟ في السماء. الذي يحرمه في الأرض يحرمه في السماء. ماذا تسمي الكنيسة بطرس؟ شمعون ماذا تسميه؟ صخرة الكنيسة. بطرس يسموه بالكنيسة يسموه صخرة الكنيسة. خلنا نشوف بطرس عندما تتبع المسيح في المحكمة أو في المحاكمة 3 مرات أنكر المسيح. بطرس صخرة الكنيسة 3 مرات. هاي 3، 1 2 3 ينكر المسيح، وأخذ يشتم ويسب ويلعن. الآن إخوان حكومة الرومان واليهود، أريد أعرف بطرس كان يشتم ويسب من؟ بوم! هل كان يشتم ويسب ربه؟ أم إن بطرس يعلم هذا الذي على الصليب ليس ربه، ليس عيسى ابن مريم، بل كان شبه لهم كما قال القرآن. أريد دليلا من شمعون. بطرس صخرة الكنيسة الذي يحرمه في الأرض، قال عنه المسيح الذي يحرمه في الأرض يحرمه في السماء. خلصت؟ ولا ما خلصت. هدي أعصابك وكن مطمئن واسترخي. أنت في هذه القبضة، في قبضة الجلاد. أريد منك الهدوء لأن هذا دين. بطرس صخرة الكنيسة الذي يحرمه ويحلله في الأرض وهو في السماء. إذا أحله وإذا حرمه. نكر المسيح 3 مرات ولعن وشتم وسب. ما قالوا المسيحيين يلعن ويشتم من؟ دكتور، رومان ويهود وجيش ويريدون أن يقتلونهم. هل يسب اليهود؟ قطعا لا. هل يسب الرومان؟ قطعا لا. كان يسب من؟ قطعا الرجل الذي مستضعف بين أيديهم حتى ينجو بطرس بحياته. الآن أريد دليل. كان بطرس يشتم ويسب من؟ كان يشتم ويسب من؟ أولا أخي الكريم أجاوبك على علم الساعة. النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم علم الساعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يعلم مرساها إلا الله الواحد القهار. الواحد القهار. هذه واحدة. 2، عندنا مسألة مهمة. تمام اخواني، في قضية لما دخلوا الهيكل. تمام، اختصر لو سمحت، لانه ما في تعيير وقت. هدا صار انت عم تاخذ وقت ضعف على فكرة. طب ما كفايه كده لغايه كده يا ابو علي تفضل. يلا شكرا. 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 معلش لحظه شمعون، لحظه يا اخي شمعون. نعم. لو سمحتوا المشرفين، انتوا بتكتبوا المسيحيين ليه؟ بيشكوا بيقولوا بتكتبوا المسيحيين. يا جوكر يا حنا، انتوا طبعا 2 مشرفين مسيحيين، فكوا الكتم عن الناس كلها. ولو سمحتوا يا مسيحيين، معلش راعوا ظروف البث وما يتجاوز. فك يا حنا عنهم الكتم انت والجوكر، وانتوا يا مسلمين كونوا منصفين. تفضل يا شمعون. شكرا دكتور محمد. الحمد لله الذي أعزنا وأكرمنا بديانة الصليب، وجعل الذين آمنوا بموت المسيح وقيامته فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الأستاذ إلى اليوم يخلط يا حبيبي. القبض، ليلة القبض على المسيح هي يوم الأربعاء، يوم الصلب هو يوم الجمعة. عليك أن لا تخلط. الرومان مع حراس الهيكل لما أتوا وقبضوا على المسيح وأخذوه إلى دار قيافة، بعد ذلك بطرس ويوحنا لحقوا بهم إلى هناك، والمسيح تنبأ قبل هذا الكلام. الجميل أن المسيح ينبئ ونبوته حق، عندما قال المسيح لبطرس
الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. فبطرس هنا كان يلعن نفسه انه لا يعرف هذا الرجل لانه خاف منهم، والمسيح كان يوصيهم دائما ان لا تخافوا لا تخافوا. الاستاذ ايضا يقول بان لم يشاهد احد الصلب لانه يخلط بين ليلة القبض ويوم الصلب، لأنه يعتقد بأنهما يوم واحد. هو لا يعلم بأنه قد جرت 5 أو 6 محاكمات للمسيح، لا يعلم. هو يعتقد منذ أن أخذوه كما الرواية عند المفسرين أهل السلف وربما عندهم أيضا، يعتقد بأن اليهود لما كان عيسى ابن مريم يهرب كان يخاف، وحصروه في منزل، ودخل رجل منهم اسمه يهوذا ليقبض عليه، فجاء الله وأوقع عليه شبه عيسى، وخطف جبريل عيسى إلى السماء ولا ندري في أي طريقة. ولما دخل اليهود رأوا وجهه على وجه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ويقولون بأنه حدثت ظلمة، هم لا يعلمون من الذي قتلوه. فالآن يا أستاذ حسب تفسير القرطبي وعامة المفسرين أنهم قالوا وجهه وجه عيسى، وأما بدنه فبدن صاحبنا، فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاقتتلوا بينهم. هل كان ربكم مستعجلا لهذه الدرجة انه القى شبه عيسى على وجه هذا الرجل الغير معروف لديكم الى الان؟ هل كان مستعجلا بانه القى الشبه على وجه عيسى ونسي ان يلقي البدن؟ وهل هذا هو المكر الذي كشفه اليهود في آل عمران 54 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ قال المفسرون عندكم بان المكر هو القاء الشبه على وجه عيسى. أهذا مكر إله يكتشفه بعض اليهود عندما قالوا وجهه وجه عيسى؟ إن كان مكره بهذه السهولة أن يكشف، لماذا وضع نفسه ربكم بهذا المأزق، بهذه الخدعة الذي أوقع خدعة الشبيه الذي قام بعض اليهود لكشفها؟ يا رجل بعض اليهود الآن يقول الأستاذ بأنه لا يوجد شهود عيان على الصليب. تعال يا أستاذ وأتيك من 4 أناجيل الشهداء في متى، وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وابني زبدي. مرقس ماذا يقول؟ وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخر كثيرات صعدنا معه إلى أورشليم. في لوقا يقول وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر، منظر الصليب، لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون على صدورهم، وكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون. في يوحنا وكانت واقفات عند صليب يسوع، وكانت، انتبه، ركز اسمع، وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية أيضا في يوحنا. فلما رأى يسوع والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، التلميذ الذي كان يحبه من هو؟ هل أحسنت بأن الآن أجبنا على سؤالك؟ انتظر لو سمحت أنا أرد الآن. علي أن أسألك يا حبيبي، علي أن أسألك. خلينا نعلق. لا أنا أسألك أنا رددت. شنو؟ أنا أسأل. أنا لم أسأل. أنا سألته سؤال وحيد: هل يعلم رب الإسلام متى قيام الساعة؟ على فكرة ذكر الساعة في القرآن أكثر من 15 مرة ولا رد.
كما سؤال الروح الذي سأله عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث لم يجب. يقول في الزخرف: هل ينظرون إن الساعة تأتيهم بغتة؟ الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة. أيضا في طه: إن الساعة آتي أو كاد أخفيها. وفي حديث صحيح، ما بعرف الأستاذ يأخذ بها أم لا يأخذ. هل تأخذ بصحيح مسلم يا أستاذ؟ ممكن أن تجيبني؟ لا ما تأخذ بصحيح مسلم. طيب أثبت لي الآن، أعطيني موعد الساعة. هل يعرف ربك الساعة ولماذا أخفاها ولم يحددها؟ تمام، أحسنت. تفضل، إجابة مقنعة. اكتم صار بخدمتك. أجاوبك إجابة. كبرني دكتور. تمام أخوان، اكتم شمعون، اكتم. أنا كتمت وخليتك تتكلم وبراحتك، لا قاطعتك. بالله عليكم، سمعتم إن في كل أقواله قال رأيت المسيح على الصليب؟ رأى أمه بجانبها صليب. هل سمعتم شاهد عيان قال رأيت المسيح على الصليب؟ بس اتدخل وياي لمدة لحظة أستاذ شمعون. بطرس عندما شتم الرجل لأنه لا يعرفه، صح؟ شتم نفسه، لعن نفسه. لا، قلت شتم الرجل لأنه لا يعرفه. قلت لك لعن نفسه. أحسن. المسيحي الذي يشتم لا يدخل ملكوت، هذا وصية المسيح. تفضل يا أستاذ. الشتامون لا يثرون. لحظة، هل كان يعرف الرجل؟ أي رجل؟ أنت قلت شتم الرجل لأنه لم أقل كلمة شتم، لعن نفسه. الآن ممكن من أين اصطنعت هذه الكلمة يا أستاذ؟ من أين اصطنعتها؟ رد، من أين اصطنعتها؟ لحظة أخي، لحظة. الله لا تصطنع، لا تقول. اي تمام. ممكن تعطيني دليل انه كان يشتم نفسه؟ تفضل، يلا. بطرس لعن نفسه. كمل مداخلتك وانا اتيك بالدليل. اعطيني دليل. اتيك بالدليل، تفضل. صح. كمل مداخلتك، اعطيك الدليل. اسمعوا يا اخوان، والله العظيم اكتم، والله العظيم واعيد لكم البث، والله العظيم لقد قال شتم الرجل لانه لا يعرف. حوار مسجل على الله. لا تقاطعني. الله اكبر. لقد اثبتنا ان بطرس لا يعرف الرجل هذا الذي شبه لهم لا يعرفه. والله قال شتمه. والان انا اتحدى اذا اتاني بدليل من الكتاب المقدس، تمام، انه كان يشتم نفسه. بطرس السودان كان يشتم بنفسه، تمام، كان يسب نفسه، تمام. هل سمعتم دليل قال رأينا؟ طالبناك بدليل واحد، تمام، انه متى او يوحنا رأى المسيح على الصليب. ما شفنا. مرة ثانية، لا إياك أن تحتج علي بلوقا، لأن لوقا بوم ليس من طلاب المسيح. إياك ثم إياك تستشهد علي بلوقا، لأن لوقا ليس من طلبة وليس من تلاميذ المسيح. أرد على ابن حزم الذي قال، أنا ماكو داعي أريد، لأن حبيبي إحنا ما عندنا مشكلة بالأسماء. أنا أريد هذا الإنجيل الذي قالوا عليه علماءك إنه ليس هم الكتبة. جاب لي كلام متى. خلينا نشوف متى هل هو صاحب الإنجيل. نجي إلى متى يا أخوان. يا الله، أنا إيش راح أسوي بك اليوم شمعون؟ أنت في قبضتي يا شمعون، يا أستاذ شمعون. تمام أخوان، شوفوا يا أخوان، خلينا نشوف متى هو صاحب الإنجيل. هذا التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد الجديد اللي هو روبرت فرانس جوزيف صابر، بقلم جوزيف صابر، يتكلم على متى. هل هو فعلا صاحب الإنجيل؟ يلا هاي هم إلك بوم بعد شتريت. يقول: فيما هو إذ الدليل المستمد من الإنجيل ذاته إنه لا شك كسائر الأناجيل غير شوف عمل، اسمع غير معروف كاتبه من حيث إنه لم يأتي في النص، تمام، ذكر الاسم الكاتب أو ذكر اسم الكاتب. هاي بوم. ما خليك تحتج علي بكتاب من الإنجيل الآن إلا أن تثبت إن الأناجيل قد كتبوها متى ويوحنا، تمام، ولوقا ومرقس، تمام. أخي كريم، الله يحفظك، احتج علي بكتاب. أنا أريد دليل
إن يوحنا قد كتب الإنجيل وأريد دليل، يعني قال يوحنا أنا كتبت الإنجيل، وأريد دليل إن متى قد كتب الإنجيل، وأريد شوف أسئلتي راح أعيدهم. أريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت إن متى قد كتب الإنجيل. أريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت إن يوحنا قد كتب الإنجيل. أريد دليل قطعي الثبات قطعي الصدور شاهد أحدا شهادة أعيان إنه رأى المسيح على الصليب، شهادة أعيان. وأريد دليل إن بطرس كان يسب ويلعن نفسه، بطرس يسب ويلعن نفسه. زين، هناك قضية حصلت في المحكمة ينقلها لوقا، تمام، ينقلها لوقا، لكن العجب انه متى لم ينقلها، وهي قضية مهمة، انه انزل الله عليه او ان نزل عليه، انزل عليه ملكا من السماء يدافع عنه. ممكن تقول لي اذا كانت هذه القضية وهي اهم موضوع، يعني عندنا متى مثل ينقل لنا قضية ان المسيح يركب حمار فيدخل اورشليم، كل النصوص الموجودة في الكتب أو الأناجيل نقلت هذه الحادثة، وهي غير مهمة، هي غير مهمة. مسألة مهمة مثل المحكمة، تمام، ينزل ملك يدافع عن المسيح، هل نقلها متى؟ كم سؤال سألتك؟ كان نعيد الأسئلة حتى أعطيك المجال حتى أكون منصف. شفت احنا المسلمين منصفين. أريد دليل على أن الأناجيل كتبوها، مع العلم أنا أعطيتك أدلة أنه لم يكتبوها. أريد دليل على أنهم كتبوها، قطعي الدلالة قطعي الصدور. أريد دليلا على شهود أعيان، على شهود أعيان رأوا المسيح بعينه إنه على الصليب. أريد دليلا على أن بطرس كان يشتم ويلعن نفسه من الكتاب المقدس. دني كم سؤال؟ بعد كم سؤال سألت؟ دني الأسئلة. أنا راح أكتم، أريد أريد أنتظر أجوبتك. تفضل. طيب ممكن دكتور محمد بس كبر الشاشة بعد إذنك. أولا الأستاذ عمل حاله مو سامع أو ما عنده قلم ورقة يكتب، أو هو خاف يكتب لكي يرد. أنا سألت الرواية الإسلامية الضعيفة الذي جاء بها أهل السلف عندكم وعند أهل السنة والجماعة، التفسير على سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه. علماء السلف عندكم يقولون بأن في آل عمران الآية رقم 54 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكر الله بأنه ألقى شبه عيسى على أحد اليهود الغير معروف إلى اليوم، وأن اليهود عندما دخلوا وقام جبريل وأركب عيسى معه، لا نعرف بالطريقة التي أخذه فيها، دخل اليهود وقتلوا هذا الرجل، لكنهم بعد أن قتلوه اكتشفوا أنه ليس عيسى، كشفوا الخدعة يا رجل. ما هذا الإله الذي يمكر مكرا يكتشفه ضعاف البشر ضعاف خلقه؟ قالوا وجهه وجه عيسى وأما بدنه فمدن صاحبنا. إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ هم كشفوا هذه الخدعة. ألهذه الدرجة كان ربكم مستعجلا مسخ الوجه وترك البدن؟ هل أيضا مسخ الحبال الصوتية؟ هل أمه أيضا وقعت في الشبه؟ هل هذا التلميذ الذي أتيتك به أيضا وقع في الشبه؟ اليهود كشفوا الخدعة، قالوا هذا ليس هو يا رجل. لم تجيب، عملت حالك مو ناس مو سامع. الآن أنا أطالبك بأنه اثبت لي بأن بطرس، أثبت الأول، هات لي تفسير بأن بطرس من كان يلعن. هل كان يلعن شخصه هو نفسه أم كان يلعن شخص آخر؟ الأول تأتيني بدليل وأنا أتيك بدليل مناقض. أنت ما عندك حجة الآن، ما عندك حجة. اثنين، لوقا هو واحد من تلميذي عمواس وهو من الرسل السبعين، هو من رسل السبعين عندنا، وهو أحد من تلميذي عمواس، وهو كان مرافقا لبولس، هو يعلم كل شيء، هو أحد الرسل، وهو ناظر للمسيح وشاهد المسيح بعد القيامة عندما تمشى معهم وكان يتكلم معهم عندما ألزموه، وعندما أخذ الخبز وكسر فعرفوا بأنه هو الرب. لذلك هو هذا
لوقا هو أحد الرسل السبعين، هو أرسل إرساليتين، أرسل 12 وأرسل 70. وعندما قال لهم اذهبوا أقيموا موتى، طهروا برص، اشفوا عميان، أخرجوا الشياطين، المسيح تحكم في المعجزة يا رجل. ليس غير الله يتحكم في المعجزة، الله هنا يتحكم في المعجزة. لم تجب عن علم الساعة يا زلمة، جبت لك 3-4 آيات، عملت حالك ما عارف ولا شيء يعني. رحت كررت أمور أنت تزعمها تفترضها. أنا أطالبك الآن أن تأتي بدليل. أين بطرس لعن أحد من الناس؟ أعطيني من لعن بطرس عندما سألته الجارية أن لهجتك أو لغتك أيضا تكشف بأنك أيضا أنت جليلي. أعطيني دليل بالأول لنرى بطرس من كان لعن. تطالبني بأنه من شاهد الصلب. يا أستاذي الحبيب، تقول من شاهد. الآن عندما نأتي كلمات قالها المسيح على الصليب، كلمات قالها على الصليب لنرى. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه، يسوع على الصليب قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك، ثم قال للتلميذ هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. هنا الأم مريم القديسة واقفة عند الصليب، يوحنا واقف عند الصليب. أتيتك بشهود من خاصة المسيح، أمه وواحد من تلاميذه قريبين على خشبة الصليب، بحيث أن المسيح يكلمهم ويسمعوه وهو يسمعهم. لأن بعد هذا التلميذ أخذها إلى خاصته. الآن أنت تقول لي سنة وما سنة، أنا أتيك بروايات عندك من أهل السنة وعليك أن تنقضها إن استطعت. الآن في عموم التفاسير ومنهم التفسير الكبير للرازي والبداية والنهاية والكامل في التاريخ لابن الجرزي وتاريخ الطبري وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرى روايات كثيرة، يقول بأنهم تسلطوا على أصحابه بالقتل والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم، فقيل له أن اليهود كانوا قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه وصلبوه. كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. انقض هذه الرواية إن استطعت. وعندي أيضا في عمدة القارئ على شرح صحيح البخاري، يقول أيضا تسلطوا على أصحابه بالقتل والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم، فقيل له أن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه. أعطيني الآن من هذا الرجل الذي كان يزعم أنه رسول الله وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه وقتلوه. الآن خليني أسأل يا أستاذ، سألتني لا أنت ما على كيفك تحدد إمتى أخلص. دكتور شنو هاي دكتور؟ نص دقيقة أوجه لك الأسئلة يا أستاذ. عامة أهل السلف جاب لي 4 روايات غير. انتظر يا أستاذ لو سمحت. عامة أهل السلف عندكم قالوا وفي معظم التفاسير بأن اليهود تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه، في نص البخاري وفي نص مسلم وعامة التفاسير. قل لي من علم الساعة لم تأتني بعلم الساعة يا رجل. أعطيني وقت علم الساعة عند ربك، أنا ما جاوبتني. شكرا تفضل. أولا أنا أعرف أنت تأذيت من الأسئلة فالصيح، شفت راح أنقض لك الروايات كلهن الجبتين، أبو علي شوف كل هدوء ينقضك،
ومو بس ينقضك، يدمرك ويرجع للأسئلة. يقول انقذ الرواية. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يلا هاي بوم لك، انتهينا من كلامك. يقول اعطيني علم الساعة. يلا خلنا ندير الكاميرا. شفت والله وانا مرتاح، انت تصيح لان ما عندك عقيدة، لان مهزوز. شوف انا قاعد هيك مطمئن ومرتاح وانت تصيح. يقول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان، في لقمان 34: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. هاي بوم اثنين. تمام. يقول متى علم الساعة؟ يقول يسألونك عن الساعة إنما هي بغتة. كيف تأتيكم الساعة؟ يقول الله تبارك وتعالى بغتة. بغتة يعني لا يعلم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. شفت شلون جاوبناك؟ راح نرجع إلى أسئلتنا. نقضت لك، رحت مسلم قلت في كل التفاسير في صحيح مسلم، في كل التفاسير في الطبري، أنا أول مرة أشوف الطبري عنده تفسير، في كل التفاسير بابن كثير. هو من يلا ابن كثير تفسير؟ شفت أريد نعلمكم. من عنده تفسير الطبري ولا ابن كثير؟ لا حدد انت خلطت حدد. ابن كثير هدي أعصابك، هدي، لا تقاطعني. أنت مع أبو علي طريقته بالحياة يسمونه للتربية والتعليم. يا اخي ما بدي قصة حياتك، رد على اسئلة. إيه، لا تكتم. يقول لي رد على اسئلة. انا رديت. شو يريد يقول لنا؟ يريد يقول لنا ان يسوع فد شخصية قوية وكانوا يحترمونه الهياكل وانه رجل ذو شخصية. وين كراسي باعت اللحم يا استاذ؟ مين كان يبيع اللحم؟ مين كان يبيع اللحم؟ الحمام. ما تعرف تقرا عربي يا زلمه؟ ما تعرف تقرا عربي؟ راح اعلمك حبيبي. مين يبيع اللحم في الهيكل؟ هدي اعصابك. اعطيني اللحم، وين اللحم؟ ولك هدي اعصابك حبيبي. تعرف تقرا عربي يا زلمه؟ اي راح اتعلم منك الان عربي. هدي اعصابك، لا تقاطع، كن هادئ والله. باعت اللحم. هدي اعصابك حبيبي، هدي اعصابك. تمام. اشتري كيلوين لحمه، يعطيني كيلوين لحمه. لا سمعون لا تقاطع، لا سمعون. لا يبقى انت كده فعلا انت متوتر كده من قوه ابو علي. متوتر. اسمعني يا اخوان. فالمسيح، شوف، اله المسيح كان رجل قوي، يدخل ويكسر، يدخل الهيكل ويقلب كل الموائد، ورجل قوي. ويقول عنه في اعتقد، نعم، يقولون عنه انه كان يصوم 40 ليلة او 40 يوم، يصوم 40 يوم. فعندما وضع على الصليب كما قال مرقس، لوقا، لما وضع على الصليب كان ينادي إنني عطشان، يريد ماء، عطشان. هذا الرجل القوي الذي كان يصوم 40 يوم ما قدر يتحمل ساعة ما يصبر، وهو يعلم، هو إله، يعلم إنه ميت سوف يقوم. ما قدر يصبر ساعة واحدة، ما قدر يصبر ساعة واحدة بدون ماء، وهو ميت. لماذا يذل نفسه للروم واليهود لأجل شربة ماء وهو إله؟ يصيح إنني عطشان، يصوم 40 يوم، ساعة على الصليب قام يصيح إنني عطشان. لماذا لم يصبر إله المسيح؟ لماذا لا يصبر ساعة وهو ميت؟ شو تفرق عنده شرب ماء أو لم يشرب؟ هو ميت، سوف يقوم بقيامته. نعيد الأسئلة عليك، نعيد الأسئلة يا أستاذ شمعون. أريد دليل قطعي، دلالة قطعية الثبوت إن متى ويوحنا رأوا، أو متى رأى شاهد عين رأى المسيح يصلب. سؤال ثاني، أريد دليل قطعي، دلالة قطعية الثبوت إن متى ويوحنا كتبوا الأناجيل. 2. 3. أريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت. قطعي الدلالة قطعي الثبوت، عندما كان بطرس يشتم ويلعن ويسب كان يشتم نفسه. بعد ايش قلنا؟ بعد شنو السؤال الرابع؟ تمام. السؤال الرابع أخي الكريم، يا الله، خلينا نشوف لك سؤال. بالله شوف لك سؤال شو يقول؟
تمام. هذه المسألة المهمة وهي بنزول الملك، ملك السماء. خلينا نختار لك سؤال بالله. صار 9 دقائق يا أستاذ. 9 دقائق شو يا زلمة؟ هدي أعصابك، أنت ليه زعلان؟ 9 دقائق، ما عندك شيء جديد تقدمه؟ ما عندك؟ لا غير اللحمة، ما عندك غير اللحمة. عندي مسألة مهمة. متى، تمام، لماذا لم ينقل قصة الملك الذي كان يدافع عن المسيح عندما نزل من السماء؟ تفضل جاوب. شكرا يا أستاذ. أول شيء عند أهل السنة والجماعة، ومن أحد التفاسير اللي هو الرازي قال بأنه بموضوع نقطة الصلب في آل عمران 55، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الإشكال الخامس أن النصارى على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم للمسيح وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوبا، فلو أنكرنا ذلك كان طعنا فيما ثبت في التواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد ونبوة عيسى، بل في وجودهما ووجود سائر الأنبياء، وكل ذلك باطل. الآن عندك كتاب، عندك من هو الذي نشر ديانة الصليب يا أستاذ؟ سجل عندك هذا السؤال، من الذي نشر ديانة الصليب؟ آل عمران 52 تفسير السعدي، وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام ذلك، فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فاقتتلت الطائفتان، فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. من هذه الطائفة التي نشرت ديانة الصليب في العالم كله؟ والذي أيدها الله الذي هو ربكم الذي تعبدون. طيب، أتباع عيسى هم الظاهرين. الصف 14 تفسير القرطبي تفسير آخر يقول فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه إلى السماء على ما تقدم في آل عمران بيانه، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. الآن عندك الذين آمنوا، الذين الله أيدهم على الذين كفروا بعيسى فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. وقال مجاهد أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى. وقال زيد بن علي وقتادة فأصبحوا ظاهرين غالبين بالحجة والبرهان. وقيل نزلت هذه الآية في رسل عيسى عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الذين أيدهم الله بالحجة والدليل والبرهان نشروا ديانة الصليب في كل العالم. لماذا أيد ربكم الأعلى رب العرش العظيم كما قال الهدهد في سورة النمل؟ لماذا أيد هؤلاء بنشر ديانة هذا الصليب يا أخي؟ سبحان الله عما تصف. الآن عندنا كتاب اسمه محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور محمد يعرفه جيدا. يقول وإن القرآن لم يبين ماذا كان من أمر بين صلب الشبيه ووفاة عيسى. القرآن لم يبين أو رفعه على الخلاف في ذلك، ولا إلى أين ذهب، وليس عندنا مصدر صحيح يعتمد عليه. ما عندكم مصدر صحيح، حتى القرآن هو مصدر صحيح لو مصدر مو صحيح. ليس عندنا مصدر صحيح يعتمد عليه. يا أخي فلنترك المسألة، سبحان الله، فلنترك المسألة. عباس محمد العقاد حياة المسيح الصفحة 721 يقول وليس من الصواب أن يقال إن الأناجيل جميعا عمدة لا يعول عليها في تاريخ السيد المسيح، لأنها كتبت عن سماع بعيد ولم تكتب عن سماع قريب في الزمان والمكان، ولأنها في أصلها مرجع واحد معتمد النقلة والنساخ، ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين كانشقاق القبور وبعث موتاهم وطوافهم بين الناس وما شابه من الخوارق. وإنما الصواب
وإنما الصواب ما هو يا أستاذ؟ إنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ. بوم 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 بوم. إنها العمدة الوحيدة في ذلك خلصت؟ التاريخ. شكرا. لا شكرا. الآن تفضل يا أستاذ. أنت تسأل في موثوقية مصداقية الأناجيل. هذا سؤال بعيد عن المناظرة. أنا أحيلك إلى كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة. يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة، وفيه يقول استنى يا أستاذ، أنا ما صار لي 5 دقائق، استنى شوي يا أخي. يوسابيوس القيصري يؤكد ان الكتبة الاربعة هم ذاتهم، لم يتغير شيء. الان انت ما اثبتت لي مين هذول بعت اللحم في الهيكل يا اخي، ما اثبتت لي. لا انتظري لو سمحت دقيقتين، لو سمحت دقيقتين يا استاذ دقيقتين بس. انتظر دقيقتين. مو انت تحدد، انت انهيت بنفسك. لا انت خدت راحتك في الكلام يا ابو علي. صح. انا ما قاطعت الان. يا أستاذ، أولا نريد من هؤلاء التجار اللعينين الذين كانوا يبيعون اللحمة في هيكل الله. وعندكم السيد حسن نصر الله في أحد الخطب قال متى يأتي المسيح ليطهر الهيكل ثانية. في أحد خطبه السيد حسن نصر الله تعلمه جيدا، قال متى يأتي المسيح ليطهر الهيكل. فالمسيح هنا قال غيرة بيتك أكلتني. وعندما كان عمره 12 سنة قال لأمه وليوسف ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي، فغيرة بيتك أكلتني جعلته. استنى يا أستاذي. فغيرة المسيح جعلته يطرد هؤلاء التجار وتجار الدين وتجار المال، يطردهم من الهيكل. أنت سألت قلت المسيح صام 40 يوم وهسه بلحظة قال لك أنا عطشان على الصليب. يا أستاذ، المسيح تنبأ العهد القديم وقال يسقونني خلا. استنى يا حبيبي. قال يسقونني خلا في يسقونني خلا. والآن في عادة عند اليهود، الرجل لما يذهب يخطب فتاة تقدم له يقول أنا عطشان، إن أحب الفتاة يقول أنا عطشان، فتأتيه بماء فهو رضى عنها وقبل بها. والمسيح قبل الكنيسة التي هي المؤمنين على الصليب عندما قال أنا عطشان، كان يخطب الكنيسة لنفسه فهو العريس كما أعلن عنه يوحنا المعمدان. أنت لم تأتيني بدليل طلبته منك، أن تأتيني أعطيني أي تفسير مسيحي يقول بأن بطرس كان يلعن أحد من الناس ولم يكن يلعن نفسه. أعطيني أولا ثم أجيب عليك. تفضل، لك كل الاحترام، تفضل. شكرا. لو سمحتوا شدوا تكنيس يا اولاد. كبرني بالله عليكم شدوا تكنيس يا ابو علي، شدوا تكنيس يا اولاد. يعني 900 واحد وقاعدين لي بس كده. قاعدين لي بس كده. نفسوا يا اولاد، عيب كده يا اولاد، كله شدوا تكنيس. لا تنسى اللحمة يا استاذ. بس تهدى. عايزين لحمه ولا ايه؟ عايزين تاكل لحمه؟ هسه لحمه. لما قال لحمة انا جعت بصراحة. ايه تمام. يلا شوف والله جوعنا على سيره اللحمه يا شمعون. انت قاطع. انت اخذ المداخله انت ويا دكتور. اسكت. لا خذ براحتك يا ابو علي، خذ اللي انت. لا خلي تطير الفكره من راسي. لا حقك على يلا ماكو شيء. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بالله عليكم، هل سمعتوا أي جواب؟ دليل على من كتب الأناجيل؟ ماكو. دليل على شاهد عيان رأى المسيح على الصليب؟ ماكو. دليل على أن كان يشتم نفسه ويسبه؟ ماكو. ما سمعت. طبعا انت سألتني خوش سؤالين حلوة. شوفوا بعد إجابك. قلت قال حسن نصر الله سوف يعود المسيح. نعم، المسيح النبي عيسى ابن مريم. هاي بوم. قلت لماذا الله أيد هذه الديانة حتى تكبر؟ شوف شلون راح أجاوبك. والله العظيم لا أجلدك جلد، لأن الله تبارك وتعالى يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بوم. شفت؟ نستهزئ بكم حتى نمدكم في طغيانكم تعمهون، لأنكم اتخذتم النبي إله. شفت؟ هدي أعصابك يا شمعون.
سألناك سؤال يا شمعون، سألناك سؤال على أن المسيح، هل هناك من شاهده مشاهدة عين؟ شهود عيان أخي، شهود عيان. عجزت بالله عليك، بالله عليك عجزت أن تأتي بدليل على أن الأناجيل من كتبوها متى ويوحنا، ماكو. عجزت أن تأتي بشاهد عيان متى رأى المسيح على الصليب، ماكو. عجزت على أن بطرس كان يشتم نفسه ويسبه، ماكو. كيف تعتقد بهذا الدين أنت؟ مسألة الملك، إذا كان متى حاضر الحالة، حاضر حادثة الصليب، الملك الذي يدافع عن المسيح، لماذا لم ينقلها؟ لماذا لم ينقلها متى ونقلها لوقا الذي لم يشاهد الحادثة؟ شفت؟ هذا دليل على أنكم ما عندكم مصدر. تعرف المصدر منين تأخذونه؟ من مقاطعة كيو، من مقاطعة كيو. فما عندك دليل أخي الكريم، صار لنا ساعة قاعدين نريد دليل على أن المسيح شاهد، على أن متى شاهد أن الملك، ماكو. اسمعوا شوفوا ماذا قالوا يا أخوان. لما جاء المسيح والتلاميذ كانوا نيام، تمام، وهو كانوا يدعو الله وينزل عليه عرق، والعرق ينزل كقطرات الدم. طبعا المسيح ما كان جالس وياهم، لأن في إنجيل لوقا يقول ثم قام من وجاء إلى التلاميذ، يعني ما كان وياهم. زين. في إنجيل اللهم صل على محمد وآل محمد، نعم، في آية أخرى ماذا يقول؟ يقول وانفصل عنهم نحو رمية حجر. رمية حجر، دكتور ايش قد الحجر مسافة ترميها؟ انفصل عنهم وهم نيام بالليل في البستان، 50 متر 100 متر. بالله عليك ما تقول لي كيف رأوا الدموع على عينيه تجري دم؟ بوم! كيف رأوا هذه الدموع بالليل ونيام وعلى رمية حجر، يعني 50 100 متر؟ كيف رأوه؟ كيف رأوها؟ كيف التلاميذ رأوها؟ كيف أخي الكريم؟ ممكن تفسر لنا هذه الحالة؟ ممكن تفسر لنا؟ معكم، ما نريد نسمع منك جواب. الله يحفظك. في ظلام الليل ويرون قطرات وعرق المسيح على بعد 200 أو 50 أو 100 متر. تمام. بعد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآن أخي الكريم أنا عندي سؤال كلش مهم، سؤال كلش مهم. أنتم تقولون المسيح صلب حتى يدفع عن خطايانا، صح؟ بس قل نعم حتى أكمل. الله يحفظك، حتى ناخذ شهادتك. أستاذ شمعون، ما له علاقة في موضوع الصلب. في فرق بين من المصلوب لا وفرق لماذا؟ شوف في فرق. اكتم الآن، اكتم. في فرق. راح في فرق. والله هات اللحمة يا أستاذ، هات اللحمة. أنا والدكتور جعنا. هات اللحمة، هات اللحمة. عيد. اكتم. ناكل لحم يا أستاذ بالهيكل. هدي ماكو مشكلة. خطأت بين الحمام واللحم نفس الشيء كله بالهيكل. بوم. يلا الآن اكتب حبيبي، اكتب. أنا مو معصوم. عادي. تمام. الآن اكتب. ما أريد أسمع هاي الدوشة. الله يحفظك. اكتب. اكتب حبيبي. ايش بك؟ كان اللحمة. تفضل. أنا ما خليك تهرب والله، لأن 4 أسئلة وهذا الخامس. والله ما خليك تهرب اليوم، أمسخرك أمام الناس والله العظيم. تمام. إخوان، سبب صلب المسيح لماذا صلب المسيح؟ ليدفع عنهم خطاياهم، خطايا البشر. أنا الآن أريد من الأستاذ شمعون يعطيني دليل من الكتاب المقدس إن الخطيئة تورث أو تورث. يلا، أبونا آدم خطأ، لماذا أنا أرثها؟ أريد دليل. شوف هذا الخامس العفو. أريد دليل تمام على أن الخطيئة تورث، على أن الخطيئة من الكتاب المقدس تورث، حتى احنا نرث هذه الخطيئة، ثم يصلب المسيح حتى يدفع عنا قضايانا، يدفع عنا ذنوبنا.
شوف ذني 5 أسئلة، شو قد خذت وقت؟ تاخذ زيادة عني أقاطعك، ما أخليك تكمل. خذت 3 دقائق، تاخذ 3 دقائق تجاوبني، جزاك الله خير. يلا حبيبي. شكرا أستاذ أبو علي. بس أنت ما جبت لنا اللحمة هذه، مو مشكلة. المهم أستاذ محمد بعد إذنك، شكرا. أنتم عندكم كمسلمين عندكم شيء اسمه الإجماع. أعتقد شيء اسمه الإجماع في كتاب يوسابيوس، وأنا قلت لك يوسابيوس القيصري الصفحة 217، وأنا أعطيتك الكتاب، والآن أنت لا تكلف نفسك يعني إلا وسعها، ما ندري. المهم، لكن عشان المتابعين، يقول: أجمعت كل الكنائس وشهادات الآباء الرسوليين على أن ال4 أناجيل من قلم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، فقد شهدت الكنيسة الإسكندرية وكنيسة إفريقية والكنيسة الآسيوية والكنيسة الفلسطينية وكنيسة أنطاكيا وكنيسة فريجية والكنيسة الرومانية، وأجماع من آباء الكنيسة الأولى على أن هذه الأناجيل من قلم متى مرقس لوقا يوحنا. بوم. لا تعيدها مرة ثانية. الآن يقول الأستاذ كعادة البعض، يعني مو كل الناس، يقول: وين الإجابة؟ ما جابني، ما أعطاني ولا شيء. هذه الإجابة أنا أعطيتك إياها ورددت لك إياها، وما جبت لي بطرس. أنا أطالبك فيها، أعطيني أي من المفسرين قال بأن بطرس الرسول كان يشتم أحد من الناس ولم يكن يلعن نفسه بذاته هو على نكرانه لسيده عندما قال: أنا مستعد أن يقبض علي وأموت معك. فقال له: اذهب عني يا بطرس، أنت لا تعلم. الآن أنت قلت لي يمدهم في طغيانهم، سورة البقرة 15. أتحداك تجيب لي أنه هذه مذكورة على المسيحيين في إيمانهم في المسيح وربوبيته وألوهيته. أتحداك سورة البقرة 15 أنه هي تخص المسيحيين في إيمانهم بالمسيح. الآن أنت تقول لي أنه الساعة، على فكرة أنت نسيت موضوع ولا أتيت بذكر أي نهائيا. أنا سؤال واحد يا رجل أكرره عليك، تقول: أين الساعة يا زلمة؟ عندك في صحيح مسلم رسول الإسلام يعلم الساعة يا زلمة. إن أردت أن تأخذ به أم لا تأخذ به فهذا مرجع من أعلى درجات الصحة عند إخوانك. طلع يلا طلع. نعم. يا جماعه شو بدك؟ عند إخوانك من أهل السنة والجماعة، وهم الأكثرية وهم الأغلبية على مستوى العالم. في صحيح مسلم يقول أن رجلا 29-53 أن رجلا، سجل عندك يا أستاذ واسمع. يلا 29. أن رجلا سأل نبي الإسلام: متى تقوم الساعة؟ وعنده لك ألو. إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا. نعم شلون؟ نعم دكتور، أكمل؟ شو يقول الحديث؟ ما سمع. أكمل دكتور. عيد الحديث. شدوا تكبيس ولا مش تابعني؟ أنا آسف يا جماعة. أنا آسف. نعم. فقال رسول الإسلام: إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. إذن رسول الإسلام حدد، وفي فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول بنفس هذا الكلام، انه وقد اتفقوا على ان تقرير نبي الاسلام يفعل بحضرته ويطلع عليه بغير انكار، دال على الجواز بانه رسول الاسلام اعلن قيام الساعة. وفي حديث اخر ايضا في 29-53 وفي المرجع وفي الجزء الرابع الصفحة 222-70 ايضا في صحيح مسلم، وهذا السند امامك عن انس بن مالك، يقول ان رجلا سأل رسول الاسلام: متى تقوم الساعة؟ فسكت. طبعا رسول الاسلام يسكت عندما عنده وحي، يسكت، وهذا الشيء طبيعي كما تقولون انتم. فسكت رسول الاسلام هنيها، يعني انتظر حتى يأتيه جبريل. اجى جبريل، ثم
نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، رسول الإسلام يعلم الساعة وإله الإسلام ما يدري متى الساعة. الآن يقول أين الملك حتى يدافع عن المسيح؟ يا أستاذ أنت لا زلت تخلط بين ليلة إلقاء القبض على المسيح ويوم صلبه في يوم الجمعة. ذاك كان في الأربعاء وكان الصلب يوم الجمعة. الملاك عندما أتى ليقويه. خلص لما انت ما تتحدد يا حبيبي في منظم. حبيبي حددت يا استاذي، ماكو، ما عندنا وقت اخي. يا استاذ لو سمحت، لو سمحت، انت دائما تقاطعني في اخر الكلام. يا دكتور يا استاذ لو سمحت، لو سمحت، دكتور هدي اعصابك يا استاذ لو سمحت، لو سمحت حبيبي، هدي اعصابك. الان يا استاذ، الان عندك رسول الاسلام. يا حبيبي لو سمحت يا اخي، العالم تستفيد يا اخي، ايش بيك انت؟ ايش تستفيد بابا؟ انتهى وقتك. الناس تستفيد، معك 900 واحد، مو على كيفك تقاطعني، انا ما قاطعك. يلا انت تقول لي انا انتهيت، تفضل يا شمعون، انا اقول لك تفضل يا استاذ ابو علي. الان رسول الاسلام وفي احاديث كثيره تكلم عن علامات صغرى وعلامات كبرى ورجوع الدجال. اسمعني بس لو سمحت، لو سمحت. ورجوع الدجال ذا العين اليمنى العوراء او ذا اليمنى اليسرى العوراء، ما ندري، الله اعلم. فهذه كلها علامات، الناس ترى هذه العلامات وتعرف بأن موعد الساعة اقترب، لكن إله الإسلام في القرآن سكت كما سكت عن سؤال الروح. تمام، شكرا يا أستاذ لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت يا أستاذ، دقيقتين بس، دقيقتين يا أخي. شنو دقيقتين؟ كسا دقيقتين. مو أنت اللي تحدد هل أنا أنهيت أم لم أنهي. أنا أقول لك تفضل، أنا أقول لك تفضل، قابل. انا اقول لك تفضل. اقول لحد نازل مقطع، حتى نازل انت مظلوم يا ابو علي. لا معلش يا استاذ والله ماكو ايش كلام. لا خلص وقته، ماكو، لا تحط وقت ولا هاي، خلص وقته. حط وقت، حط وقت، حط وقت. يا استاذ انت دائما تقاطعني. كمل في يلا. لا يا انا عندي لسه بس سؤالين في دقيقتين بس. ماكو ولا لحظه بس دقيقتين. والله ما تتكلم. مو انت تحدد يا ابو علي يا محترم يا استاذ. معلش لو سمحت. خلص وقتك. احسنت عليك بالله. انا ما انهيت، بس لان هو راح يقول لي ما اجاب عن موضوع العرق والدم، راح يقول ما اجاب. اي جاوب بالمره تجي حبيبي، جاوب بالمره تجي. ماشي، على ان تقاطع في المره القادمه. اعطيني دليل اللحمه يا استاذ، انا والدكتور محمد نريد ناكل ونشرب شاي وراها كمان. يلا الآن ممكن تكتم. يلا عافية شمعون، عافية. تعلم الأدب، الله يحفظك. يقول أتحداك، تمام، تقول إن هذه الآية بتله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام، أريدك تهدأ حبيبي، تهدأ. شفتوا يا محاوري السنة؟ لحظة يا أبو علي، كل محاوري أهل السنة والجماعة هنا بسمع أبو علي. تمام، شوف أبو علي هو بدافع عن كل. نريد ناكل بتلو انا والدكتور، بتلو بالمصري. يا أخي اكتم حبيبي، اكتم. يقول أتحداك إن هذه الآية نزلت في المسيح اللي هي في سورة البقرة. حبيبي احنا عندنا القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هاي إلك بوم، تمام، بوم. خلنا أعطيك بعد وحدة بوم حبيبي، حتى أريدك تجاوبني على الأسئلة اللي ما زالت قائمة. تمام. شوف أخي الكريم، أريدك تهدأ، لأن أنا أدري بك، أنا شوية هادئ لكن شيني أضغطك شوية. شوف أخي الكريم، هذا كتاب دليل إلى القراءة أو إلى قراءة الكتاب المقدس. اسمع أخي الكريم ماذا يقول. يقول تمام، إن أما كتاب الإنجيل الحالي فهو غير شني، غير شني، معروف، غير معروف، غير معروف. الآن أنا أسأل الأستاذ شمعون، يلا شوف شمعون، والله العظيم أمام الناس الآن إذا أعطيتني اسم رباعي إلى متى أو يوحنا، يلا 4 أسماء رباعية، ابن فلان ابن فلان ابن فلان. لا لو نطيح لك واحد نخليهن 3. يلا أتحداك، كل أناجيلك تقول غير معروفين. أتحداك أنا الآن تسألني عن رسولي أعطيك إياه من محمد إلى آدم، تمام؟ أتحداك تعطيني 4 اسم رباعي لمتى، اسم رباعي ليوحنا. هذا تحدي قائم.
شفت هسه كم سؤال سألناك؟ كم سؤال سألناك؟ ماكو أنا أجاوبك، أنا قاعد أجاوبك. شوف أخي الكريم، شوف أخي الكريم، سألناك سؤال على شاهد عيان واحد، ماكو، رأى المسيح على الصليب. سألناك سؤال إن بطرس كان يسب ويشتم من؟ دريتها عليه، تقول لي أنت أعطيني دليل إنه كان يشتم غيره. لا حبيبي، هذا في كتابك، في كتابك. أنت يجب أن تجيب على هذه الشبهة، وأنت اعترفت في مطلع الأمر، قلت كان يسب الرجل الذي لا يعرفه. بالله عليك، بطرس الذي يحل ما في الأرض يحله الله ما في السماء، أو يحله ما في السماء الذي يحرمه في الأرض، وهو صخرة الكنيسة، يشتم ويسب. خب قطعا ما كان يشتم ويسب لا الرومان ولا اليهود، ولا يقتلونه. إذا كان يسب الرجل الذي موجود أمامه الصليب. سألناك سؤال إن بطرس كان يسب ويشتم من؟ دريتها عليه، تقول لي أنت أعطيني دليل إنه كان يشتم غيره. لا حبيبي، هذا في كتابك، في كتابك. أنت يجب أن تجيب على هذه الشبهة، وأنت اعترفت في مطلع الأمر، قلت كان يسب الرجل الذي لا يعرفه. بالله عليك، بطرس الذي يحل ما في الأرض يحله الله ما في السماء، أو يحله ما في السماء الذي يحرمه في الأرض، وهو صخرة الكنيسة، يشتم ويسب. خب قطعا ما كان يشتم ويسب لا الرومان ولا اليهود، ولا يقتلونه. إذا كان يسب الرجل الذي موجود أمامه. من هو اللي موجود أمامه؟ الإله المسيح. إذا بطرس كان يعرف إن الذي أمامه ليس هو إله المسيح، ليس هو إله المسيح، وإنما رجل آخر، رجل آخر، لذلك سبه وشتمه. سألناك على أن المسيح كان يصوم 40 يوم، يتحمل الجوع والعطش. ساعة بقي على الصليب قال أريد ماء، إنني عطشان، إنني جوعان. ما قدر يتحمل وهو يعلم أنه سوف يموت. لماذا يطلب الماء أصلا ويذل نفسه للرومان واليهود؟ لماذا لم يقاوم هذه الساعة ويلقى ربه خميص الحشاشة ضمانها وكله كرامة، كما كان قوي يدخل إلى الهيكل ويكسر الموائد ويكسر على قولتك اللحم الحمام ويطيرهن وخوص. تمام؟ ليش هذا الضعيف؟ هذا رجل ضعيف. فالإنجيل يصف لنا أن هذا الرجل الذي كان على الصليب كان رجلا ضعيف، ليس هو المسيح هذا الرجل القوي الشجاع المحترم. تمام؟ كان رجل ضعيف. سألناك سؤال دليل على أن الأناجيل أخي الكريم، وهذا كلام كل علمائك قاعد أقدمه أنا أمام الناس، كل علمائك يقولون إن الأناجيل لا يعرف من كتبها، وإنما الذي يعني مثلا أضرب لكم مثل لوقا لوقا مثلا استشهد أعتقد 68، إنجيله كتب 70 ميلادية، يعني كتب بعد وفاته بسنتين. هاي بوم. ولوقا أصلا ما كان يأتيه الوحي لأنه ليس من التلاميذ، وإنما لوقا يقول أنا تتبعت الأناجيل التي سبقتني ودققت وبحثت ودققت في الأناجيل. هذا في مطلع إنجيله. تمام؟ أخي الكريم، سؤالي ما زال قائم. أريد دليلا على أن هناك شاهد عيان رأى المسيح على الصليب حتى أؤمن. يعني بالله عليك، أنت تحتج علي بكتاب علمائك ومفسرينك لا يعترفون به ويقولون إنه لم يكتبونه؟ لا متى كتب ولا يوحنا كتبه، وإنما أنسب له الأسماء، ولا يعرفون من أين أتت هذه الأسماء، وإنما نسبوها كما قالوا علمائك. تمام؟ أريد دليل على أن هناك شاهد عيان رأى المسيح على الصليب. لماذا متى لم ينقل أهم حادثة في الصلب، وهي أن هناك ينزل ملكا من السماء فيدافع عنها، ونقلها لوقا الذي لم يراها. لوقا لم يراها نقلها، لكن متى الذي كان في الواقع لم ينقلها. زين. أريد دليل أخي الكريم على أن الأناجيل كتبوها أصحابها. بعد سألناك سؤال مهم الآن أمام الناس. أريد الأستاذ شمعون المسيحي أن يأتيني ب4 أجداد أو 3 أو 4 أجداد لمتى أو يوحنا. شفت 3 دقائق، خذت دقيقتين، تفضل اخذ 3 دقائق جاوبنا، هن 4 أسئلة أو 5. أنا أكون مستمع لك. يلا. شكرا. لو سمحتوا يا جماعه ادعموا البث بالتكبيس، بس مش عايز منكم تكبيس علشان خاطر بس ما نحذرش لو سمحت. يلا.
مسلمين ومسيحيين، سنه وشيعه، ادعموا البث بالتكبير. طبعا. واللي يقدر يدعم المتحورين يدعمهم علشان خاطر البث يستمر. شاشة، شكرا. في مصطلح يقول البينة على المدعي. ما أعرف هل يأخذ به هذا الرجل أم لا يأخذ، هو حر، لكن أنا سأجيبه مع أنه لم يأتي بالبينة. الآن لما تدعي على شخص أي شيء عليك أن تأتي بالبينة، كما قال رسول الإسلام لهلال بن أمية عندما قذف زوجته بشريك بن سخماء، قال له البينة أو حد في ظهرك، وأنا أقولها لك الآن كما قال رسول الإسلام. يا أبو علي، البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. تأتيني أين بطرس لعن شخصا آخر غير نفسه؟ هذا هو طلبي منك الآن، سجله عندك ولا تشتر نفس الأسئلة، وهذا خليك متفاعل في الحوار، رد على الكلام. الآن أنا أتيتك بأن رسول الإسلام عطى علامات كثيرة، المتبرجات والمتشبهات وكذا وكذا، عطى أدلة كثيرة على قيام الساعة، وقال بأن الأعور الدجال مدري وين عينه أي وحدة منهم، سبحان الله، مرة اليسرى مرة اليمنى ما ندري، وقال بأن المسيح سيقتل والحجر سوف يصيح ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال اقتله. هذه كلها أحداث، علامات صغيرة وكبيرة تدل بأن الساعة اقتربت، فهي قائمة ستحدث. البشر سوف يعرفون من خلال هذه العلامات. لماذا صمت إله الإسلام عن ذكر هذه الأمور وصمت عن إجابته عن سؤال الروح؟ لماذا لم يعطي أسئلة؟ هذا هو السؤال أنا أعيده عليك وأنت ما عندك دليل. سألتك عن سورة البقرة اللي جبتها 15، هذه ما تتكلم عن المسيحيين، أي عموم وأي خصوص؟ أعطيني مفسر قال هذه تخص المسيحيين في غلوهم وعبادتهم لعيسى ابن مريم. تقول لي أن المسلمين متفقين بنسب رسول الإسلام إلى آدم. يا رجل، يعني ما صراحة خلي هذا الدكتور هو يجيب عليك. الرسول وقف على المنبر وقال كذب النسابون يدرون إلى عدنان، بعد عدنان كلهم مختلفين في بعضهم لا يعلمون. الآن تقول لي بأن بطرس الذي يحل ويربط هل وقف هذه الوقفة بموقف رجل جبان؟ نعم. لم يكن قد حل الروح القدس على التلاميذ يا أستاذ، وكانوا يخطئون حتى الليلة الأخيرة. قال يا بطرس إن الشيطان قد طلبكم كي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت لأجلك كي لا يفنى إيمانك. وهذا الكلام قد طبق على بطرس تماما عندما أنكر سيده. وخذ الدليل يا أستاذ، تفسير ويليام إيدي يقول يلعن ويحلف أي يسأل الله أن يعاقبه إن كان كذابا أو كاذبا، ولعل القسم هنا كان أشد مما سبقه من الأقسام. إني لا أعرف هذا الرجل، أي أن بطرس هنا كان يحلف ويقسم بأنه لا يعرف هذا الرجل وكلامه مردود عليه. البينة يا أستاذ، أتحداك تجيب لي أنه بطرس دخل إلى مكان المحاكمة وشاهد سيده يسأل ويجاوب. أتحداك أنك تجيب لي إياه. هو دخل الدهليز أي الممر، لم يدخل إلى مكان المحاكمة، لأن مكان المحاكمة لا يدخله هؤلاء إلا إذا طلب منهم. عندما كان رجال اليهود الكتبة والفريسيين حنان وقيافة مجتمعين ليلا وأتوا بشهود زور ليشهدوا عليه، لم يكن مسموحا لأي رجل غير ذي صفة أن يدخل هذه المحاكمة. فمن أين لبطرس هذا الرجل العامي الذي هو عندهم صياد سمك، لا يعني ليس هو مختص في الكتب، من أين له أن يأتوا ويسألوه؟ بأي صفة؟ أنت الآن جاوبني، بأي صفة يسأل بطرس؟ ما عنده صفة. هم أتوا بشهود زور وشهاداتهم لم تكن تتفق. في عطشي يسقوني خلا، أنا أتحداك هل شرب المسيح؟ إن كان هو فعلا يقصد العطش المادي إلى الماء، أتحداك عندما أتوا إليه وعندما قدموا إليه الخل، أتحداك أنه إن شرب.
لم يشرب المسيح، فهذا معناه بأنه كان يخطب الكنيسة على خشبة الصليب. بالمفهوم اليهودي عندما يقول الرجل إني عطشان فهو قد أحب الصبية فتأتي إليه بالماء، فهنا تحدث الموافقة. المسيح هنا كان يخطب الكنيسة لنفسه. أتحداك إن جبت لي أن المسيح شرب من الماء الذي أتوا به إليه. أنا أضيف إلى القصيدة بيت الشعر. هذا البيت الشعر من وين؟ من تاريخ الطبري. تأخذ به ما تأخذ به، هذا تاريخ. يا الله هذا تاريخ. انتهى وقتك، انتهى. مين اللي يحدد يا أستاذ لو سمحت؟ يا اخي مو كل مرة شبيك انت يا معلم؟ مسيحي، انت مو مسيحي. شبيك انت يا معلم؟ شبيك انت يا معلم؟ كل مرة تجي تقول لي انتهى وما انتهى، الشغلة مو على كيفك. خلص وقتك، وانا كاظ وقت، انا كاظ وقت يا اخي. هذا قلت لك المرجع الاخير، انت تقتصد ان تتدخل في اخر الكلام دائما. تفضل. اتمنى انك تكون كنت عم تسمعني ومو ملتهي باشياء اخرى وسجلت الاسئلة. الان تاريخ الطبري، تاريخ الأمم الملوك للطبري يقول حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم عدوا على بقية الحواريين يشمسونهم يعذبونهم وطافوا بهم، فسمع ملك الروم وكانوا تحت يديه وكان صاحب وثن، فقيل له إن رجلا كان من هؤلاء الناس الذي تحت يديك من بني إسرائيل عدوا عليه فقتلوه، وكان يخبرهم إنه رسول الله وقد أراهم الأعجائب وأحيا لهم الموتى وأبرأ لهم الأسقام وخلق لهم من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه فكان طائرا بإذن الله وأخبرهم بالغيوب. من هذا الرجل الذي عدوا عليه فقتلوه بني إسرائيل الذي كان يعمل كل هذه المعجزات؟ الآن عندك بس نقطة صغيرة أضيفها وبعدين خذ ما تريد من الوقت، ماشي؟ أيضا في تاريخ الطبري تاريخ الأمم الملوك يقول حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن مسحاق قال عن عمر قال الزبير الأنصاري ثم الأزرقي قال كان على امرأة منا نذر لتظهرن على رأس الجماء جبل بالعقيق من ناحية المدينة أي يثرب يعني. قال فظهرت معها حتى إذا استوينا على رأس الجبل إذ هو قبر عظيم عليه حجران عظيمان، حجر عند رأسه وحجر عند رجليه فيهما كتاب بالمسند، يعني كتابة غير عربية، لا أدري ما هو، فاحتملت الحجرين معي حتى إذا كنت ببعض الجبل منهبطا ثقلا علي فألقيت أحدهما وهبطت بالآخر فعرضته على أهل السريانية هل يعرفون كتابه فلم يعرفوه، وعرضته على من يكتب بالزبور من أهل اليمن ومن يكتب بالمسند فلم يعرفوه، فلما لم أجد أحدا ممن يعرفه ألقيته تحت تابوت لنا فمكث سنين ثم دخل علينا من ناس من أهل اليمن من ماهن من فارس يبتغون الخرز فقلت لهم هل لكم من كتاب؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فأخرجت إليهم الحجر فإذ هم يقرؤونه فإذا هو بكتابهم هذا قبر رسول الله عيسى، هذا قبر رسول الله عيسى بن مريم، قبر رسول الله عيسى بن مريم إلى أهل هذه البلاد فإذ هم كانوا أهلها في ذلك الزمان. قبر من هذا؟ قبر من؟ هذا كتاب تاريخ ليس كتاب عقيدة ولا كتاب مذاهب. ما يخالف بالطبري، هذا بالطبري؟ نعم. أعطيني المصدر يلا. هذه صدمة الأستاذ، افتح المرجع. صدم الأستاذ الجزء الأول الصفحة 603. هذه أول صدمة حقيقية هو أعلنها أمام الجمهور. تمام. جزء ايش قد؟ الحمد لله الذي نصرنا وأعزنا بديانة الصليب وجعلنا فوق الذين كفروا بموت وقيامة المسيح. هذه 7 دقائق. تفضل حبيبي. اكتب كبرني دكتور كبر. يلا تمام. شكرا. شوفوا اخوان، قال لي اتحداك ان بطرس دخل المحكمة. اكتب ما اريد اسمع صوتك. اكتب ما اريد اسمع صوتك. احسنت. دخلنا جلدك
وبعدين نروح للطبري. دلست على الطبري، مع العلم أنا لا أعتقد بالطبري ولا بغيره، لكن لا بأس أجلدك ماكو مشكلة. يقول شوف: إنكار بطرس يشير إلى 3 فصول في حادث نكران التلميذ بطرس لمعرفته بالمسيح، وذلك شوكيت وذلك أثناء محاكمة السيد المسيح. هاي أول وحدة عندك، وذلك أثناء محاكمة السيد المسيح. شفت؟ هاي أول وحدة. الثانيين قال لي عليك البينة، عليك أن تجيب البينة، ولكن أنت مو تأبرني، لك أنا أجيب لك بس بينة، بس بينة. شوف أخوي، هذه البينة من الكنيسة التي ورثناها عن الرسل. تمام أخي الكريم؟ نقرأ البينة، مو تأبرني ولا تكرم عينك. يقول: اجتهد تقليدا لاحقا نسبة أسماء مؤلفين. شوف أعيدها لك. اجتهد تقليدا لاحقا بنسبة أسماء مؤلفين. أعيدها لك: اجتهد تقليدا لاحقا بنسبة أسماء مؤلفين إلى الأناجيل. بوم، هاي البوم التي لم تكن تحملها سابقا، غير أن العلم الحديث يشك في دقة هذه النسبة التي تهدف إلى ترسيخ السلطة التي يستند إليها هذا العمل الفردي، أكثر مما إلى التأكيد على شخصية الكاتب الحقيقي. شكرا لقد أثبتت الكنيسة إنها هذه الأسماء دخلت لاحقا، وإن الأسماء ليس حقيقية. تمام؟ ليس حقيقية. يا أستاذ، طلبتك ب4 أجداد، 3 أجداد ليوحنا ومتى. شو يا شمعون، ما بتسمع؟ تؤمن برسول يتلقى الوحي، تلامذة المسيح، ما تعرف اسمه الثلاثي؟ مو عيب يا شمعون، مو عيب بالله عليك، مو عيب تتبع عقيدة ما تعرف متى شو اسم أبوه أو جده، ما تعرف يوحنا عنده 3 4 أسماء أجداده ما تعرف. والله عيب، والله فشلت المسيحية، والله العظيم فشلت المسيحية، والله العظيم فشلت المسيحية. سألناك سؤال أخي الكريم، سألناك سؤال. بطرس عندما شتمه ما أقدر أرفع صوتي الساعة 4 الفجر بطرس عندما شتمه، هل كان يشتم الروم؟ كان يشتم من؟ كان يشتم من؟ تمام؟ يشتم من؟ يقول كان يشتم نفسه. ممكن تطلع النص مال الشتم؟ خلنا أجلدك. يعني ما كان يشتم الشخص اللي قدامه؟ تحديتني بأن إن بطرس دخل إلى المحكمة وأعطيناك إياها من شرح علمائك. تمام أخي الكريم؟ سألناك على القطرات كيف رآها، سألناك على شاهد عيان للمسيح، رأوا المسيح على الصليب. سألناك على شتيمة وسب ولعن بطرس لي ما افتهمنا. تمام أخي الكريم؟ فإحنا انتهت المناظرة لأنك لا تستطيع 5 أو 6 أسئلة أنا من بداية الكلام إلى الآن. أما هذه المصادر أخي الكريم كلها التي احتججت بها علي، أنا لا أؤمن بها، لأنني ليس سنيا أصلا حتى أنت تحتج، ولم تحتج علي بكلمة شيعية، بكلمة شيعية. بس رغم هذا أنا سوف أخرج الطبري ونشوف هل هذا حديث صحيح في الطبري أم أنتم لا تقرؤون ولا تفهمون ومجرد تدلسون. الحمد لله إن المسيحي لا يملك حجة ولا دليلا على الدين الإسلامي الحقيقي، وهو مدرسة أهل البيت. فنحن سألناك تقريبا 5 أسئلة والناس لها الحكم ورأت بعينها أنها ما استطاعت، بحيث أنت ما استطاعت أن تجيب 4 أجداد لمتى أو 3 أجداد ليوحنا، ما استطاعت. مجرد تعلي صوتك وهرقطات أو هرطقات كما جعلتم من كل من خالفكم يهرطق عليكم. تمام؟ راح نخرج والله الطبري، خلينا نشوف الطبري حتى احنا نلزمها على الجماعة، هم ماكو مشكلة. تفسير الطبري انطلع. أي جزء قلت لي في تفسير الطبري؟ شمعون أي جزء قلت لي؟ أنت ما كنت معي؟
لا ما كنت معك. انا ظهرت لك يا عدة مرات يا استاذ، اعتمد على نفسك. لا اعتمد على نفسك. انا قلت لك سجل عندك، انت ما سجلت. ما اعطيني اذا ما تعرف خلاص خلص وقتك. اعطيني. لا ماكو بعد، خلص. لا حبيبي ما اساعدك، شو اساعد؟ ما اساعدك انا. قلت لك سجل عندك، انت ما سجلت. شوف اذا تكذب انت، اذا تكذب يعني تكذب ما عندك. انت مو معاي في المناظرة كلها، عندك كلمتين في راسك بس تريد توصلهم للعالم. انا حبيبي اسمح لي، الله قلت لك سجل، انت مسؤوليتك. اسمعني شوي، استمعني. الجزء الاول صفحه ايش قد قالوا؟ يلا خليه عندك بعد ما اريد. 600 وش قد قال؟ الجزء الاول خطيه تاذى. بالمناسبه يعني انا لا انه يستجير، طيب، ماشي، انه يسعدك. يستجير. ساعدوه شباب، ساعدوه. 603 خطيه والله خطيه. يلا حبي يلا، استعجل الوقت خلص. حبيبي انتهينا خلصت. السلام ابو عمر عشان يرد على الروايه السنيه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بما أن الروايتين اللتين داخل ممنوع حدا يتداخل، ممنوع. لا معلش، ما هي الروايه السنيه. ممنوع. بما أني أنا سني ممنوع. روايه سنيه يتداخل ممنوع. ليش؟ روايه سنية. لا حبيبي، شو تستجير بيه؟ انا اقول لك اذا تستجير بيه. انا ضعف. انت ضعيف. طلع لي موسوعة دقيقة. حميد بن انت ضعيف. ابو عمر اشهد على نفسك، انت قلت انك ضعيف. أنا أضعفها، هي موجودة بكتبي، أنا أضعفها. ابو علي انت ضعيف. هدي اعصابك. لكني اقول لك والله المستجير بهذا الشامي كالمستجير بعمر وعثمان يوم احد. ابن حميد بن حيان كالمستجير بعمر وعثمان يوم احد. لا سمعون. رواية ضعيفة، أنا مجبور لأني سني ضعيف الرواية. أنا مجبور لأني ممنوع المداخلة، هو يستجير به. ممنوع. الرواية ضعيفة بابن حميد أول وحدة وثاني وحدة. ابن حميد ابن حيان بموسوعة الحديث. أنا سني مجبور إني ضعيفها. اكتب عندك محمد ابن حيان ابن حميد ابن حيان، موسوعة الحديث بيطلع لك منكر الحديث. نقطة انتهى. السلام عليكم. يلا محمد ابن حيان ابن حميد ابن حيان. استجرت بك الذي يستجير بعثمان وعمر يوم احد. استشهدت عليه برواية سنية، أنا مش رواية شيعية، ما دخلنا. تعال في وقتك يا استاذ، تعال في وقتك. وقرنا في بيوتكن، رد عليها يا استاذ شامي. وقرنا في بيوتكن. اشرح لي. ولا تبرجنا تبرج الجاهليه، اشرح لي يا استاذ شامي. يلا تفضل. ابو عمر جهز نفسك يا ابو عمر، يلا يا ابو عمر. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه، اشرح لي يا شامي. تفضل. اسمع الآن. الان لا خلينا نراوي للناس. اوقف خلينا نراوي للناس. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه. تفضل يا شامي. محمد بن حميد بن حيان. محمد بن حميد بن حيان. اسمع ابو عمر. خلاص يلا طلع. وقرنا في بيوتكن يا شامي. جهز حالك لها. جهز. اسكت حبيبي. ماشي جهز حالك يا شامي، جهز حالك. ماشي يا شمعون. يا شمعون ماشي. هو بيقول خليك هرب. لا اسمع. لا انا نزلته. اي هذا انا نزلته وحصعده. يحاور. لا ما تخلفه. يلا شوف شمعون، هذه الرواية التي بالطبري اللي احتجيت بها. محمد ابن حميد ابن حيان، الشهرة التميمي، النسب التميمي، الرتبة شبيه. يلا متروك الحديث. يلا هاي بوم. الآن أخي الكريم نعود أنا، وانتهت المناظرة. بس أريد أقول كلمة للناس. أولا يا إخوان، شوف، أولا يا أستاذ الفاضل، ما أعطيتنا 3 أسماء آباء لمتى أو يوحنا. ما استطاعت أن تأتيني بشاهد عيان، ما استطاعت أن تأتيني بدليل على أن الأناجيل هم الذين كتبوها، مع العلم أنا أعطيتك كل نقيض. ما أعطيتني دليل على أن كان يسب ويلعن من. تمام. تحديتني بقضية أنه كان معه في المحكمة. بوم، كبستك بها. الآن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. المسيح ما عنده دليل على الصلب ولا انتهت المناظرة حبيبي. انتهت. لا انت عملت المداخلة الأولى يا أستاذ. لا انت تدخلت يا حبيبي. ايش بيك انت؟ لا انت حبيبي. انت تبلش وانت تنهي. لا انتهت. شنو هذا؟ انتهت. انت اخذت 15 دقيقة. انت اللي بلشت يا أستاذ. انتهت حبيبي. انت الحاكم والقاضي، انت المحامي والقاضي، انت الحاكم والجلاد. انت الحاكم والجلاد. انا جلاد طبعا. ايش بيك ابو علي لهي الدرجة الهروب؟ انتهت. لا وين الهروب؟ انت تبدأ وانت تنهي يا ابو علي.
ايش بيك انت؟ انا مسلم طبعا. معلش مش هتفرق يا شمعون، مش هو لا القاضي والجلاد ما يجتمعون في رجل، ولا يكون ظالم، ما يجوز. اعطيني 5 دقائق او 10 يا استاذ. اول شيء الاستاذ ما جاوب عن موضوع الساعة وعلامات الساعة، وانه رسول الاسلام يعلم الساعة، وانه اله الاسلام ما اعطى اي معلومة عنها. هاي اول شيء. 2، هرب من موضوع الصلب الى موضوع الموثوقية، ويطالب الان. انا جبت لك اجماع الكنائس جميعا في كل العالم القديم، اسيا، افريقيا، واوروبا. جبت لك اجماع كنسي انه الكتبة 4، ومن هذا يوسابيوس القيصري. انت ما تقبل، انت حر، ما تقبل دي، انت حر. انا جبت لك اجماع هنا ينتهي. تجيب لي قصاصات من هنا ومن هنا وتكتبها بيمينك لتشتري بها ثمنا قليلا، هذا ما يجوز، ما يمشي معك. وين انا كتبت؟ جبت لك اجماع الكنيسة من يوسابيوس القيصري. لا تقاطعني، اخر مداخلة. الان قلت لك البينة او حد في ظهرك انك تأتيني بان بطرس كان ضمن الشهود او يحضر المحكمة. هو كان في الدهليز، لم يسمح له بالدخول الى الداخل، وكان يصطلي على النار. يا استاذ مداخلتي انت، هذا هروب على فكرة، هذا هروب. اهرب بطرس لمعرفة اهرب يا استاذ. ذلك اثناء انت تهرب الان. مداخلتي يا استاذ، انت ما جاوبت على اللحمة. اخر مناظرة تجيب لحمة الي للدكتور محمد على فكرة يعني. شوف حبيبي، شهود عيان انا جبت لك اياها. المسيح كلم امه وكلم يوحنا، و2 شهود عند اليهود. يا استاذ، يا حبيبي 2 شهود كما في سفر التثنية، شاهدان يقبل بهما، شاهدي عدول، وهم يوحنا يهودي وام المسيح يهودية، شهادتهما تقبل. تفضل اسمع يا استاذ، اعطيني النص يقول رأيت بعيني. الان الصليب هذا هو. انا اعطيتك يا استاذ. بابا عيسى المسيح. تفضل. يوحنا 19:26. فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لامه يا امرأة هوذا ابنك، وقال للتلميذ هوذا امك. ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته. الان انا جبت لك مراجع. هدي شمعون بالله عليك، ما تعطيني يا حبيبي مداخلتي، انت ما خلصت. انتهت المناظرة حبيبي. على كيفك، انت تبدأ وانت تنهي، انت تفصل وتقص وتلبس وتحفر وتنزل وتلحم. شو على كيفك؟ احنا خير أمة أخرجت للناس. هذول 4 خير أئمة أم خير أمة؟ أتحداك تجاوبني عليها، أتحداك. خير أئمة أم خير أمة؟ أتحداك عليها. 2 نعم. أتحداك. أيهما مكتوب في اللوح المحفوظ؟ أيهما في اللوح المحفوظ؟ أجاوبك. أيهما في اللوح المحفوظ؟ أجاوبك. اسكت أجاوبك. يلا. احنا خير أمة وعندنا خير أئمة. غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح. باللوح المحفوظ ماذا مكتوب؟ بوم. يلا رد. صاحبك اللي انت استجاريت به شو اسم؟ يوحنا ابن بنو. يا استاذ ما يفيدك. هاي مناظرة ثانية. شمعون انا طلعت ابو عمر، معلش يعني هو ما استجارش ولا حاجة ولا كان ودنا يجاوبنا على سؤال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. نزلت في من؟ انا حبيت اثبت لكل المشاهدين اللي معانا الألف انه ما فيش فرق بين السني والشيعي في المحاورة. طيب. وابو عمر حط في ابو علي. انا عايز اثبت للجميع هذه اللحظه. ممتاز. ممكن تعطيني الكاميرا بعد اذنك؟ خلاص بابا، بعد ما كنا خلاص. يا استاذ انت مو تبدا وتنهي لو سمحت يعني، بعد اذنك، بعد اذن حضرتك يعني، بعد اذن حضرتك. تريد تنسحب انت حر، نحن معك. تريد تنسحب انت حر. اعطيني بعد اذنك ابو محمد. ما انسحب، اعطيني الاسم الثلاثي اللي مكتب. لا هذا حوار في الموثوقية والمصداقية. هذا بعيد. بعد اذنك ابو محمد. دقيقة استاذ. اعطيت امه والتلميذ يوحنا وكان نساء كثيرات موجودات. الان ان كان هذا الشخص المحبوب الذي جاء واستجرت به ويدافع عنك، انا الان هذا تحدي لعامة اهل السنة والجماعة. اذا انت ما تأخذ فيها صحيح. هذا ما جاء في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، يقول بأن رجل
كان يدعي بأنه رسول الله فعدوا عليه وقتلوه، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه. تحدي لعامة أهل السنة والجماعة. زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأيضا نأتيك من صحيح البخاري، من نص صحيح البخاري، عمدة القارئ صحيح البخاري، هذا اسمه بدر الدين العيني. يلا خلاص بدر الدين العيني، يعني خلاص بدر الدين العيني. دكتور، اسمع، دكتور، هذه وخلاص، هذه وخلاص يا أستاذ. الشبهات قاعد يرمي انظر. شبهات، ما يجوز، ما يصير. تسلطوا على أصحابه بالقتل والصلب والحبس. يعني نعم. النظره خلصت، انت جاي على الاخر عمال تكتب يصير. هو يبدأ وهو ينهي أستاذ محمد، يصير معقولة؟ لا اذا كنت في نفس الموضوع ما لك تعمل تجيب حاجات انت كتير. انت بتدلع ناس وبتعيش ناس على جنب. لا والله ما بس بالله عليك شمعون، يعني ينفع بالله عليك شمعون. وبعدين عايزين اللحمه يا عم، انا عايزين اللحمه. انا احترم راي الدكتور واشكره جدا على الاستضافه. وحبيبي انت ابو علي، الخلاف لا يفسد للود قضيه، وانا اظل احترمك وقدرك، وخاصه الدكتور كمان وجميع الناس اللي كانوا معنا. واحنا هدفنا هو انه جهز نفسك يا حبيبي، جهز نفسك. نعم. لا انا بكلم اميرال، بقول له ماشي جهز نفسك. اوكي، انا هلا انهيت لنرى في مداخله اخرى يعني. شوف حبيبي يا شمعون، واحسنت يا ابو علي، ورفعت راسنا يا ابو علي، وكانت لحظه جميله جدا لما ابو عمر طلع وكان عايز يعني انا حبيت اثبت بهذه اللحظه الجميله يعني رغم ان انت طبعا انت تعتبر اكبر محاور شيعي وهو اكبر محاور سني، ودايما بينكم وبين بعض شد، بس انا حبيت اثبت انه في لحظه من اللحظات انت هو طلع عشان خاطرك وانت قلت سيبه ابو عمر بس. يعني كانت لحظه جميله جدا والله، يا ريت يكونوا سجلوا. انا دكتور، انا كنت بدي افرجي